السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي حياكم الله في كل بلد عربي. أهلا وسهلا بكم في قناة تدابير وأفكار أم الأولاد. حبيباتي وكالعادة دائما جيتكم بكنز من كنوز الطبيعة. انظري حبيبتي، ها هي كنز من كنوز الطبيعة، إنها الملحة الحياء. حبيبتي إنها الملحة الحياء. اليوم حبيبتي غادي نتعرفوا على هذا الكنز اللي ما يعرفاش الكثير من الناس. تابعوني حبيبتي وغاديين تعرفوا الفوائد والاستعمالات هذه الملحة الحياء. حبيبتي الملحة الحياء تسمى كذلك بالكلوريد الصوديوم، هي ملح الطعام الطبيعي الغني بالمعادن، لونها في الأصل أبيض، غير أن هذا اللون البني والرمادي بسبب الشوائب الموجودة فيها حبيبتي، وهي عكس الملح الطعام. ملح الطعام مزود باليود، غير أن هذه الملح الحياء غير مزودة باليود، وهي أقل ملوحة، هي أقل ملوحة، ونستطيع استبدالها كبديل صحي من ملح الطعام، وهي غنية بالمعادن ولا تسبب المشاكل التي يسببها ملح الطعام، مشاكل صحية مثل الانتفاخ الجسم، انتفاخ العينين إلى آخره. ولها كذلك قيمة غذائية عالية. ومن بين الفوائد نتاع هذه الملحة الحية واش هي حبيباتي؟ يعالج عدة أمراض مثل التهابات الجلد وتهيجه حبيبتي التي تسببها لدغات الحشرات. كاين بعض الناس اللي يتعرضوا لبعض اللدغات مثل لدغة الحشرات مثل البعوض، مثل كان العنكبوت، مثل العقرب. واش نديروا حبيبتي؟ نحكموا حبيبتي كما هكذا شويه ملح هكذا ونحكوه على المكان نتاع البلاصه اللي تلدغ فيها، وان شاء الله ما يكونش داك التسمم وداك السموم اللي يصيبوا الجلد ويصيبوا الانسان. كذلك يعالج مرض الروماتيزم، يقضي على الديدان الموجودة في المعدة. وهذا كوش نديروا حبيبتي؟ نديروا كأس من الماء ونضع فيه ملعقة صغيرة من ملح الحية. هذه ملح الحية راني راحيها هنا، طحيتها حبيبتي ولت هكذا بودغ. وعندي هكذا تاني بعض الاستعمالات دوك نقول لك عليهم هكذا. وعندي الملحة كما هكذا. واش نديروا حبيباتي للقضاء على الديدان الموجودة في المعدة؟ نضع كاس من الماء وندير فيه ملعقة صغيرة، ملعقة قهوة من هذا الملح، ونحرك حتى الذوبان. وبعد ذلك ماذا نضيف قطرات من الليمون ونشربوها حبيبتي، نعطوها حتى للأطفال، تقضي قضاء نهائي على الديدان الموجودة في المعدة حبيبتي. كذلك يعالج الأنفلونزا وانسداد الجيوب الأنفية. اللي عنده الأنفلونزا اللي هي لاغريب واش يدير حبيبتي؟ يحكم كاس صغير فيه ملعقة كبيرة من الماء الساخن، ويضيف له نصف ملعقة صغيرة من هذا الملح الحية ويذوبه مليح حتى يذوب. من بعد يضع بعض القطرات في الأنف، وهذه القطرات واش دير؟ تساعد الأنف على ذاك الانسداد، تقضي عليه تماما، ويقدر الإنسان يتنفس مليح في حالة إصابته بالأنفلونزا. وكذلك حبيبتي يعالج حبيبتي اللي عنده مرض الحلق أو ليزونجين، الحلق ولا نقولوا له تاني ليزونجين، والثاني والسعال الجاف واللوزتين. واش نديروا حبيبتي؟ نحكموا دائما كأس من الماء، نديروا له ملعقة من هذا الملح، ونقوم بغرغرة الفم والحلق جيدا. كي شغل هذه الملح هي تعقم هذاك الفم، تعقم اللوزتين، تقضي قضاء نهائيا على الجراثيم وعلى المرض وعلى عافانا الله منه. عندها فوائد كذلك حبيبتي، فوائد للتجميل حبيبتي. نعرفوا باللي الملح نديروه للتقشير، احنا بدل من وضع الملح نديروا الملح الحية هكذا مدقوقة جيدا، نديروها لتقشير الجلد، وتقضي قضاء نهائيا على الخلايا الميتة، وتحمي الجلد من البتور وحب الشباب، وتجعل كذلك بشرتك أكثر شبابا.
وكذلك عندنا بالنسبه للناس اللي يدخلوا يبغوا يستحموا، دير كذلك هكذا، دير كاس ولا نصف كاس من هذا هكا، ولا تقيسه كاع كيما هكا، ديره في البينوار، في البينوار الحمام تاعها، ديره تما حتى يذوب وتدخل فيه لمده ربع ساعه او 20 دقيقه حبيبتي. عنده فوائد كبيره، يساعد على الاسترخاء، ينظم كذلك حبيبتي النوم، يزيل السموم الموجودة في الجسم، يخفف من التوتر وآلام الجسم. وكذلك الملحة الحية تساعد الجسم على التنفس جيدا وبسهولة حبيبتي. عندنا كذلك حبيبتي واش نضيفوا، عندنا طريقة كذلك، طريقة أخرى حبيبتي، اللي تكون عندها هكذا وحدة في المنزل ما يستحقهاش، يضعها فوق النار لمدة دقيقة. من بعد واش نديروا حبيبتي، نأخذ القليل من هذا الملح هكذا ونضعه كي يتحملنا هاد الكسرونه مليح، ونضعه كيما هاك حبيبتي. هذا يساعد كما نقولوا حنا القضاء على الطاقة السلبية. ولو حبذا نضيف له القليل من الحرمل هكذا حبيبتي، القضاء على الطاقة السلبية ويقضي على كل المشاكل الموجودة في البيت، المشاكل العائلية اللي تكون الزقا السحر. هذه حبيبتي نستعملها لمدة 7 أيام قبل المغرب بنصف ساعة حبيبتي. نضيع الكسرونة كإناء حديدي فوق النار لمدة دقيقة، نزيد له القليل من الملح الحية هكذا، ثم شوية من الحرمل حبيبتي. ديري هذه الوصفة وردي عليا، وحظ سعيد حبيبتي، وشكرا على تتبع فيديويا هذا، وشكرا إلى عجبك حبيبتي، لا تنسيني باللايك. شكرا.